مشارك في هذه الندوة الدولية التي تحمل عنوان العلوم التربوية والابتكار التربوي، تجارب دولية وتطلعات مستقبلية. طبعا الهدف العام من هذه الندوة هو رصد حصيلة الإصلاحات التربوية التي عرفتها منظومة التربية والتكوين بلادنا، ورصد أيضا أهم الإنجازات التي تمت فيها وأهم المعيقات التي تم رصدها، ثم كيف يمكن البناء عليها مستقبلا، خاصة مع التحول الذي يعرفه العالم فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ولذلك تأتي هذه الندوة من أجل رصد هذا الموضوع المهم ببلادنا والذي يعتبر أولوية من الأولويات في المغرب. هذا واحد. الثاني، الأهمية ديال هذه الندوة هو أنها تجمع خبراء وباحثين من مختلف المشارب العلمية والمعرفية بهدف تجميع الرؤى والتصورات بغية الخروج بخلاصات يمكن البناء عليها مستقبلا. موضوع المشاركة في هذه الندوة الدولية يتعلق بحصيلة الاستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية من حيث نتائجها ومن حيث آفاقها. وأهمية هذا الموضوع تكمن في أن أي إصلاح لا يمكن أن يحقق الجودة المطلوبة منه مهما كانت المدخلات فيه ومهما كانت الظروف المناسبة له إلا بالموارد البشرية العاملة فيه أساسا. وبناء على ذلك جاءت الحصيلة الاستراتيجية، جاءت الرؤية الاستراتيجية لتكوين الأطر التربوية. فموضوع هذه المداخلة يستهدف أولا رصد النتائج التي تحققت بعد تنزيلها على أرض الواقع منذ اعتمادها سنة 2019. والأهمية الثانية أو الهدف الثاني هو رصد الاختلالات التي صاحبتها وكيف يمكن تجاوزها مستقبلا بهدف الوصول إلى رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق الجودة في التكوين ثم الجودة في المدرسة المغربية. بناء على ذلك لأن جودة المدرس من جودة التكوين وكلاهما يعطي الجودة المطلوبة في المنظومة ككل. أكيد لأن أي إصلاح إذا لم يأخذ بعين الاعتبار التراكمات التي تحصل لا يمكن أن يحقق النتائج. ولذلك كل ما أتى من إصلاحات هو في الحقيقة مبني على الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما تلاه من إصلاح في المخطط الاسترجالي، ثم جاءت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ثم جاء القانون الإطار، بعد ذلك جاءت الرؤية الاستراتيجية. بمعنى هي إصلاحات بنائية متراكمة، وكل إصلاح ينبغي أن ينبني على الإصلاحات السابقة بهدف الوصول إلى تكوين أو بناء رؤية متكاملة بناء على التجارب السابقة. شكرا لكم على هذه المواكبة الإعلامية لهذه الندوة الدولية المتميزة. والإعلام هو جزء من الإصلاح ديال المنظومة، لأن التعريف بمثل هذه الندوات وبما يتم فيها لا يمكن أن يتم إلا عن طريق وسائل الإعلام مثلكم. شكرا لكم على هذه المواكبة.